الخليج او مناطق زي السودان والجزائر. بالعكس هنروح للناس دول ونتفق معاهم. وكانت زياره مرسي الاولانيه للمملكه العربيه السعوديه مش لتونس، وده تعبير قد ايه يعني مرسي رايح في انهي اتجاه. لما تبقى الثوره العربيه، شراره الثوره العربيه جايه من تونس، وبعدين رئيس المنتخب اول ما يبدا كده يركب طيارته يروح لاسوأ ما في المنطقه العربيه، وهو خادم الحرمين الشريفين او سارق الحرمين الشريفين الملك عبد الله. فالسلطه حسمت موقفها وبشكل واضح وكان متوقع في الحقيقه. بالنسبه للوجسه الثانيه هي المعارضه اللي هي بتراهن على مين؟ هذه المعارضه المتمثله في قيادات جبهه الانقاذ والاحزاب السياسيه المنضويه تحت هذه الجبهه بتراهن بشكل اساسي على تدخل المؤسسه العسكريه لتسليمهم السلطه. ومغازله الجيش واضحه جدا. لم ترفع هذه الجبهه اي شعار، واعتقد ان احنا بقينا في زمن الانترنت وزمن الاعلام المفتوح، مش حاجه ما تتسجلش. هذه الجبهه لم ترفع شعار محاكمه المجلس العسكري مطلقا. ده هيزعل منها السيسي، وبالتالي رهانها كان طول الوقت على الجيش. عملها في وسط الجماهير هو عمل مؤقت، لكن هي كجبهه لا تؤمن مطلقا بقوه الجماهير، لانها في الحقيقه ما عندهاش برنامج الجماهير. ولما الناس تيجي تقول انا مقدم نفسي كبديل لاستمرار الثوره المصريه وتحقيق اهدافها، طيب احد اهداف الثوره المصريه تحقيق العداله الاجتماعيه، واحد اعضاء جبهه الانقاذ السيد البدوي رجل الاعمال واحد الحراميه الكبار في البلد. لما يبقى الجبهه دي فيها السيد البدوي ماشي، يبقى انت مش بقى عداله اجتماعيه. لما تبقى الجبهه دي لم تصدر بيان واحد منذ ان تم تاسيسها تضامنا مع